انا كنتكلم مع الشباب، كنتكلم مع الاطر، وكنتكلم مع المفرنسين، وكنتكلم مع الميسورين، وكنتكلم مع الناس اللي عندهم يعني اثر في بلادهم. هما هادوك كنعرفهم اللي خوتي وحبابي وعائلتي واصدقائي ومعارفي وخوتي مغاربه كافي. وكنتكلم حتى مع هاد اليساريين اللي هاد الشيء هذا على كل حال عفا عليه الزمن. كان كيتقال واحد الوقت، ولكن دابا ما بقى عندكم لا الشعب لما تقولوا وإلا 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 وإلا. إلا بغيتيو هذا الشيء نديروا استفتاء اللي قال مولاي محمد، نديروا استفتاء ونحلوا المشكل. نديروا استفتاء واش بغينا المرجعية الإسلامية، المذهب المالكي يا الإخوان، حيت كاين شي حوايج ما كيتفهموش هكذا. المذهب المالكي راه هو واحد المذهب يعني كيجري في الدماء ديالنا، ربما نخالفوا الأحكام ديالو بعض المرات، ولكن تيخصو يبقى منصوص عليه. والملك الله يحفظه نص عليه في خطابه الأول في البرلمان، ونص عليه في الخطاب الأخير. فخص هذه المسائل هذه اللي جمعاتنا خلال 14 قرن وجعلت منا أمة عظيمة حكمت الأندلس ووصلت إلى إفريقيا يعني ديال الساحل، ودافعت عن الإسلام في الشرق. هاد راه ماشي اللعب هذا الإخوان، ماشي قضية ديال ليغاليتي بابا سي كوم مامون، سي با فري، بابا و مامون سي با لا ميم شوز. الله يهديكم، بابا وماما ماما الله يرحمهم الجميع، وعاشوا متعاونين وعاشوا يعني انا الوالد والوالده رحمهم الله، والوالد ديالي مات عندي 16 عام. مره واحده سمعته قال لها واحد الكلمه كتبين على شويه الشنآن. كان المجتمع المغربي هكذا، يجب ان يعود هكذا. البشريه والاخوان سمعوني مزيان، البشريه في حاجه اليكم لكي تردوها الى الصواب. هاد الناس راه بغاو البشريه كامله يفضيو معاها، وراهما غاديين، وراهما كيوصلوا لهذا الشيء، وعندهم اساليب وتيخترعوا قوانين وتيخترعوا كلمات وتيخترعوا. علاش ما قالوش اللواط؟ لان كيعرفوا باللي اللواط ما يقبلوش المسلمين وما يقبلوش لا المسيحيين ولا اليهود. ولكن تيقول لك بالمناسبه اليهود حتى واحد ما تيهضر معاهم على الشريعه ديالهم. الشريعه ديالهم بالمناسبه تيتكلموا على الختان ديال البنات، وانا حتى انا لست متفقا مع ختان البنات. كيعيروا به المسلمين ديال الشرق، ولكن الختان الاولاد حتى واحد ما تيهضر عليه. علاش؟ ما عرفتوش علاش؟ حيت اليهود كيختنوا. الحمد لله اللي انتم، الحمد لله اللي اليهود كيختنوا باش كتختنوا وليداتكم. كتفهموني ولا ما كتفهمونيش؟ على كل حال راه ما بقاش شي واحد غيحاول يوضح لكم اكثر من هذا الشيء اللي كنقول انا. احنا وصلنا للقاع الخابيه.